السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعي مختلف شوية عن كل الفيديوهات اللي انا بقدمها. النهاردة بإذن الله انا جبت الفراخ بتاعة رمضان، او جبت فراخ لرمضان يعني، وحابة استقبلها معاكم واعرفكم انا بستقبلها على ايه، وايه نوع الادوية اللي انا بستخدمه، وايه العلف اللي انا بستخدمه، وازاي بستقبلهم بطريقة صحيحة اللي حابب يستفاد. طبعا دي فراخ فيومي او رزي، بيقولوا عليها فيومي او رزي بيور، اللي هي بتدي وزن عالي. في منها نوعين، في منها الفيومي البيور او الرزي البيور، وفي اللي هي العادي اللي هي بيجيبوها للبيض. طيب يعني الفراخ دي مش حلوة للبيض؟ لا طبعا حلوة جدا للبيض زيها زي العادية. دي بتدي وزن وفي نفس الوقت بتبقى حلوة جدا لإنتاج البيض. طب ازاي وهي بتدي وزن كبير؟ يعني انا هعرفكم بعد كده في فيديوهات جاية ان شاء الله ازاي انا بسيبهم للبيض وبيجيبوا انتاج كويس جدا. لكن الاول كده زي ما انتم شايفين، حابة اقول لكم انا بستقبلهم ازاي. اول يوم طبعا بستقبلهم على محلول جفاف، اي نوع محلول جفاف. بروح للبيطريه، للصيدليه، اسفل الصيدليه البشريه، وبقول له انا عايزه محلول جفاف من بتاع الاطفال. يا تجيبي باكت كامل وتخليه عندك، يا تجيبي ظرف واحد بيجي كده. طبعا هو انواع كتير، اي نوع يديهولك مش مشكله. في ناس بتحب تستقبل على يعني عسل اسود او عسل ابيض او سكر، بس انا بصراحه بحب استقبل على محلول جفاف، وهو افضل حاجه في الاستقبال. بضيفه لمدة يوم كامل، مش بضيفه مثلا لمدة 6 ساعات أو 8 ساعات، يوم كامل بضيف محلول الجفاف. وبعد كده بستقبل بقى على دواء الاستقبال ده. بروح الصيدلية البيطرية وبقول للدكتور اللي هناك إن أنا عندي مثلا كام فرخة، وعمرهم كذا. طبعا بيبقى عمرهم يوم، انا عايزه لهم دواء استقبال. فبيديني دواء استقبال اللي هو غالبا بيكون كوليستين ودوكسي، اللي هو مضاد حيوي معوي ومضاد حيوي تنفسي. بعد ما بدي المحلول الجفاف لمدة يوم، بديلهم المضاد الحيوي ده او دواء الاستقبال لمدة 3 ايام متواصلين، لمدة 3 ايام مش اقل من كده. بعد ما بديلهم المضاد الحيوي لمدة 3 ايام كده، يعتبر في اليوم اللي هو الخامس بقى بدي مية بيضة، مية بيضة خالص لمدة يوم كامل. بعد اليوم ده بجيب بقى بقول للبيطري انا عايزة فيتامينات اللي هي الف د هاء سيلينيوم، وعايزة املاح معدنية. بعد كده بضيف 3 ايام متواصلين فيتامينات، وبعدين 3 ايام تانيين متواصلين املاح معدنيه. يبقى بدي الاول الفيتامينات 3 ايام، وبعد ما بخلص ال3 ايام بضيف 3 ايام تانيين املاح معدنيه. اهم حاجه لازم تكون موجوده عندي في الفتره دي هو مضاد السموم. طول ما انا باكل علف لازم يكون عندي مضاد سموم. بعد كده لما مثلا الفراخ بيبقى عندها مثلا 10 ايام او 12 يوم، بجيب مضاد سموم وبضيفه لمده 3 ايام متواصلين. وبعدين بقى بيفضل عندي الفيتامينات الاملاح المعدنيه. مضاد السموم اهم حاجه. مضاد السموم طول ما انا باكل علف بدي مره او مرتين في الاسبوع مضاد سموم سقوه لمدة 12 ساعة، مضاد سموم مرة أو مرتين في الأسبوع. وببدل ما بين الفيتامينات وما بين الأملاح المعدنية برضو مرة أو مرتين في الأسبوع. طبعا الفراخ دي أول ما بنستقبلها على علف تركيز 23، اللي هو السمسم، بيقولوا عليه سمسم او تركيز 23. اي نوع علف موجود عندي، اهم حاجة لازم نوع العلف اللي انا هستقبل عليه يكون متوفر عندي اصلا في المكان اللي انا فيه، بحيث ان انا لو حبيت اجيب منه 21 او 23 في اي وقت يكون موجود. لانه ما ينفعش نغير للفراخ او لاي طيور عموما من نوع لنوع، ده بيضرهم جدا. اهم حاجة لازم يكون نوع العلف ده انا عارفة ومتأكدة ان في اي وقت ان انا هجيبه هلاقيه موجود. انا بستخدم نوع علف اللي هو الهيرمان، لان هو اللي موجود عندي في المنطقه اللي انا فيها. في افضل من هيرمان؟ ايوه طبعا في اعلاف افضل من هيرمان، بس اللي متوفر عندي اللي انا هعوزه في اي وقت وهلاقيه موجود هو الهيرمان، فبالتالي انا بشتغل عليه. تمام. طيب انا باكل لمده قد ايه؟ انا باكل لمده حوالي من 20 ل 25 يوم تركيز 23، وبعدين بجيب تركيز 21. واهم حاجه يكون العلف بتاعي سوبر، ما يكونش الشعبي. اهم حاجة كمان في الموضوع كله التدفئة. لازم ادفي واظبط درجة الحرارة بتاعتي، واكون عارفة ان المكان بتاعي مقفول. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا حطاهم في طبق، هو مش ضيق عليهم ولا حاجة. انا هقعدهم حوالي 4 ايام او 5 ايام، وهنقلهم في مكان تاني هقول لكم عليه. الفراخ دي على فكرة عمرها 3 ايام، دي مش عمر يوم، دي عمر 3 ايام. انا طبعا استقبلتها من اول يوم. انا حاليا بديلها المضاد الحيوي، استقبلتها اول يوم على على
محلول جفاف زي ما قلت لكم. وبعدين حاليا بقى انا بديلهم اللي هو المضاد الحيوي. نهتم اهم حاجه بالنظافه. انا بفرش تبن لان هو ده برضو المتوفر عندي، بنفرش يا تبن يا نشاره، فدي من الحاجات اللي لازم تكون متوفره عندي. وكمان بعد كده برضو هقول لكم الجير المطفي، دي من الحاجات اللي بتنظف او بتعقم المكان اللي انا هحط فيه. وانا بنقلهم باذن الله هعمل لكم فيديو تاني وانا بنقلهم وبفرش لهم ازاي وبقفل عليهم ازاي. واهم حاجه طبعا في الايام دي درجه الحراره تكون مظبطه، الاكل قدامهم باستمرار، الميه بتاعتهم نظيفه والفرشه بتاعتهم نظيفه، ان شاء الله يبقوا زي الفل. اللي حابب يجيب بقى دلوقتي يجيب، او مثلا يعني اخر حاجه ممكن كمان 10 ايام اخر حاجه، عشان يدوني الوزن المطلوب او يدوني وزن كويس. لو انا بقى حابه ان انا اسيب منهم للبيض، هقولك بعد كده لما يكبروا بإذن الله وتبدأي يعني خلاص يبقوا مستعدين بقى للبيض، هقولك نظام أكلهم وكده. والسلام عليكم.